حاجه يا دكتور حمد الله، احنا اصحاب من زمان بس انا ولا مره عرفت يعني ولا قلت لي. مش ممكن تحكي لنا كده بشكل خاص جدا على موقف حصل لك مع قطه او كلب او اي حيوان؟ يعني انا لازم ضيفي اللي انا بستضيفه لازم يحكي لي على موقف ليه مع حيوان. والله ما يعني مواقف كتير، بس ممكن الواحد ابرزهم ايه ما مثلا؟ يفتكرش قوي، لكن افتكر وانا في روما زمان. كان كنت يعني تعرضت لموقف صعب جدا اثناء الدراسه مع احد الاساتذه اللي بيدرسوا لي، وكنت يعني اتضايقت جدا من موقفه مني في بحث كنت بعمله. فيعني حسيت كده ان انا يعني بضغط شديد جدا، وخرجت اتمشى في مكان اسمه فيا كينديا. وبعدين هو انا واقف كده يعني سرحت عايز احاول يعني، فلقيت قطه. وبعدين يعني سابت كل الناس الموجودين جت عندي، جت لغايه عندي، قعدت كانها بتلاعبني كده يعني. فانا فعلا قعدت العب، وعندي صوره مشهوره على حسابي على الفيسبوك مع القطه دي. تديها لنا لو سمحت، نحطها على المقطع ده بليز. وقعدت يعني العب. فتخيلي انا سبحان الله يعني يعني نسيتني كل الموقف ده. فده يعني كان موقف لطيف، كنت بقول ان ربنا بعتها لي يعني عشان تسري عنك عشان تحيلني يعني. فده موقف من المواقف اللي انا افتكرها يعني.